السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم في أكلة ماما. ايه رأيكم بقى لو نعمل مع بعض النهاردة العيش السن أو عيش الدايت أو عيش الرجيم؟ العيش الصحي اللي بالدقيق الأسمر وبالردة وبالشوفان هنعمله مع بعض النهاردة، وأوعدكم انه هيكون عيش في منتهى الجمال وكمان في منتهى البساطة. هتحبوه جدا، هتستخدموه في الفريزر معاكم الوقت طويل، وهيساعدكم جدا في الناس اللي بتعمل دايت. مقادير سهلة وبسيطة. معايا كوبايتين من الدقيق، دقيق أسمر أو دقيق عادي حتى، وممكن عادي ونضيف له ردة. أنا استخدمها دقيق أسمر وضفت له كمان كوبايتين من الدقيق، عليهم نص كوباية من الردة ومعلقتين من الشوفان، اختياري ممكن تستغنوا عنه. ومعايا كيس من الخميرة وذرة من الملح، وهستخدم مية دافية للعجن. هقلب بقى المكونات كده مع بعضها كلها كده تمتزج وتسهل عليا شوية العجن. وبعد كده هبتدي بقى ان انا اعجن كمان بايديا. طبعا المية على حسب احتياج الدقيق، يعني إيه، انتوا بنمسك ايدينا شوية في المية، ولما الدقيق يحتاج عادي بنديله. وطبعا هنضيف كمان معلقتين من الزيت، زيت زيتون او زيت عادي نباتي عادي، مفيش اي مشكلة خالص. وهنبتدي بقى نعجن كده المكونات دي مع بعض كويس. العجن العادي بتاع العيش العادي خالص، مفيش مشكلة. هنعجنه واما يتماسك بقى ويعمل معايا كده عجينة متماسكة، هبتدي بقى اسيبه عادي ان هو يختمر ويرتاح معايا شوية، قبل بقى ما ابتدي ان انا اشكله زي ما انا عاوزة بالحجم والشكل اللي انا افضله. هو بيتعجن معانا بكل سهولة خالص، مفيش فيه مشكلة. ويعني انا بستخدمه كده في الفريزر، وبنخرج منه بقى ايه كده زي ما احنا عاوزين، ويفضل معاكي وقت طويل ويبقى طازة وتحفة وحلو جدا. بعد بقى ما اختمر كده ابتديت ان انا اعمله كده كرات صغيرة، وهنبتدي بقى ان احنا نفرده بالشكل المدور اللي احنا شايفينه ده. ممكن بايدينا عادي لانه سهل وحجمه صغير مش كبير، وممكن كمان بنشابة زي ما تحبوا، مفيش مشكلة. هخلص بقى الكمية بتاعتي كده كلها، واللي بعمله بغطيه علشان ما ينشفش مني. بستخدم ردة مش دقيق، احنا استخدمنا للردة اكتر طبعا عشان الدايت. وهخلص بقى الكمية بتاعتي كلها كده، اسيبها ترتاح 10 دقايق، وبعدين هبتدي بقى ان انا اخبزها. خلصت بقى الكمية بتاعتي كده كلها، شايفين عمل معايا ما شاء الله كمية كبيرة من كوبايتين دقيق بس. هبتدي بقى ان انا اخبز العجين بتاعي على النار. انا هخبزه على النار مش في الفرن، بمنتهى السهولة والبساطة خالص. طاسة تكون يعني غير لاصقة على النار كده، من غير زيت من غير اي حاجة، تسخن كويس كده على نار متوسطة. وهبتدي بقى انزل العيش بتاعي واحدة كده بواحدة. شايفين بقى ما شاء الله العيش بيقب ازاي، ومنفوخ وحلو جدا، وكمان اخد لون حلو جدا. شايفين شكله عامل ازاي؟ شكله كده يفتح النفس. ابسط مكونات وابسط مقادير، وكمان على النار من غير فرن من غير اي حاجة خالص. عملت بقى كمية العيش اللي انا عاوزاها، طازة وتحت ايدينا، وفي اي وقت نقدر ان احنا نعملها، وبكوبايتين دقيق بس. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوناش بلايك وشير وسبسكرايب، وما تنسوش دعمكم للقناة عشان يوصل لكم كل جديد، وإشعار بكل جديد من قناتكم أكلة ماما. واشوفكم فيديو جاي على خير. سلام.